الحلزونة يما الحلزونة، الحلزونة يما الحلزونة، خبيني يما يا حلزونة. الحلزونة انتحر. هذا ليس شعراً أو نظماً، ولكن إذا أردت أن تصبح شاعراً فتابعني في الدقائق الثلاث القادمة وسأخبرك. فالشعر ليس موهبة وحسب، إذ يمكنك اكتسابه واحترافه إذا تعلمت أسراره التي سأعطيك إياها في هذه الحلقة. مرحباً بكم. الشعر ليس وحياً أو إلهاماً من السماء، والشاعر ليس كائناً خارقاً. فها قد عطست ولكنني كتبت شعوراً على عطستي، لك الحمد ربي على قوتي، فإني ضعيف بلا حيلة. ولكنه من الممكن أن يكون صديقاً للجن، فالكثير من الباحثين والكتاب يعتبرون الشعر إلهاماً من العالم الآخر، حيث يكون لكل شاعر جنية خاصة تهمس له بالأبيات فيكتبها. وقد نسجت العديد من القصص والحكايات الأسطورية حول علاقة الشعراء بالجن الذين ساعدوا في كتابة المعلقات والقصائد الشهيرة. ولكن هذا ليس موضوعنا، فأنت لا تحتاج إلى غول أو عفريت ليعينك في كتابة الشعر. والعرب قديماً كانوا يملكون سليقة قوية كما ذكرنا، والشعر على ألسنتهم سهل وبسيط، على الرغم من أنه لم يكن يملك قواعد واضحة أو أسساً ثابتة. فكل الشعراء في ذلك الحين كانوا شعراء بالفطرة، ولم يكن من الممكن اكتساب الشعر إلا بعد أن وضع الفراهيدي علم العروض والبحور في العصر العباسي. اليوم كل ما عليك فعله لتصبح شاعراً هو أن تتذوق الشعر أولاً، تسمع وتنصت وتحفظ، ثم تحاول أن تدرس القواعد الشعرية التي ترتكز عليها الأبيات، كالقافية والوزن والمعنى الذي يلعب دوراً أساسياً. فالشعر الذي يخلو من المعاني يسمى نظماً. بعد أن تتقن علم العروض وتتعود أذنك على سماع الأوزان، عليك أن تبدأ بشق طريقك في الكتابة. حاول أن تكتب بيتاً وتراجعه مراراً وتكراراً، فربما تصبح غداً شاعراً عظيماً يستشهد الناس بأبياتك ويضربون بها المثل. أو أن تصبح من شعراء الفيسبوك. الأرض أرض والسماء سماء، والحب في قلبي ضحكة ملهاء. يجدر بالذكر أن الشعر العربي في تطور مستمر، فقد ظهرت منه أنواع جديدة كالشعر الشعبي والشعر الحديث، وبالممارسة والممارسة فقط يمكنك اكتسابها. مؤخراً بدأ البعض بالتفنن في إخضاع الكلمات والألفاظ غير العربية للوزن العربي، ومن ذلك ما أسماها الفنان السوري ياسر العظمة بالقصيدة العربلنية، حيث يقول فيها: فرندي وكاف التزرت سلوللي، فإني في لف قريت مشعللي. إذا أنت ما سكرفت في اللف عاشقا، سكرفت يعني ضحيت، إذا أنت ما سكرفت في اللف عاشقا، رمنت حزين الهارت، رمنت بقيت يعني، رمنت حزين الهارت في أفري محفلي، ألفك لفا في البلد مساره، وهارت يا ماي دارلينج سريع الترنبلي. تذكر هذه الأبيات على سبيل الدعابة والتسلية، ولا يمكننا اعتبارها كنوع جديد من الشعر. سؤالنا لكم اليوم: ما هي أجمل مقطوعة شعرية تحفظونها؟ شاركوا هذه الحلقة مع كل من يهتم بالشعر، ونراكم في حلقة مقبلة بمشيئة الله.